لو ما بتعمليش القرنبيط علشان بياخد منك زيت كتير، تعالي بينا هقولك على سر التسوية الصح والطعم الخطير. اول سر يا بنات، لما تشتروا القرنبيط هاتي القرنبيطة الفاتحة اللي لونها ابيض زي ما شايفة كده، وما يكونش فيه فراغات بين الزهرة والتانية. اول حاجة هنقطعها لوردات صغننة كده زي ما شايفين بالسكينة، وبكل سهولة وبساطة بتتقطع معاكي. ولو لقيتي ورداية كبيرة شوية بالنص كده وشقيها بالسكينة. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وجميلة، والقرنبيط مفيد جدا يا بنات، أيا كان بقى مخللات أو طواجن في الفرن أو مقلي. وكمان هقولكم على سر التسوية اللي مش هياخد منك زيت كتير خالص. هاتي حلة ألمونيوم أو استانلس، املي نصها مية بالظبط، وانزل عليها كمان بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ونص كوباية صغيرة خالص من اللبن، حسب رغبتك، حابة تحطيها أو مش حابة براحتك. بس هي بتخلي للقرنبيط طعم حلو وريحة جميلة، وكمان بتفتح لونه، وما بياخدش وقت خالص يا بنات في التسوية، دقيقتين بس مش اكتر. وما تحطيش زهرات كتير في الحلة، حطي حوالي 5 6 زهرات بس. واول ما تخرجي الزهرات من الحلة اغسليها بالمية على طول. ويلا بينا نعمل الخلطة اللي هتخلي القرنبيط بتاعك في منتهى الجمال. اول حاجة في الخلاط او في الكبة، ونزلت عليهم ب5 فصوص توم بلدي، ونزلت عليهم كمان ب3 بيضات، فتحت بيضة لقيت فيها صفارين، ونزلت عليهم بمعلقة من الخل علشان ريحة البيض، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البابريكيا، وكمان نزلت عليهم بمج من اللبن، ومعلقة صغيرة من الكركم، و3 معالق مليانين هرميا من النشا، و3 معالق مليانين برضو هرميا من الدقيق، ونزلت عليهم كمان بحزمة صغيرة من الكزبرة، وهضربهم خالص لما يبقوا ناعمين قوي. يلا يا بنات قولوا معايا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ما ضربت الخليط الجميل دوت، هنبتدي بقى ايه، نقلبه تقليبة بسيطة كده بالمعلقة علشان نشوف القوام بتاعه. وانا مش عايزاه يكون لا تقيل ولا خفيف، تمام كده، عايزاه يكون حاجة وسطية كده. هنزل عليه بنص كوباية من المية أو نص كوباية من اللبن، يعني حسب رغبتك، حسب المتوفر عندك. وهبتدي بقى ايه اقلبهم تقليبة بسيطة كده لحد ما القوام يظبط معايا. انا لا عايزاها سايلة قوي ولا عايزاها تقيلة قوي. في طبق تاني بقى وهنزل ب3 معالق من النشا، و3 معالق من الدقيق، وعليهم نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة خالص من الكركم علشان تديكي اللون الحلو دوت. وهنقلب المكونات كلها تقليبة كويسة كده، وحطينا نشا يا بنات علشان القرنبيط وهو بيتقلي ما يشربش زيت منك، وده سر يا بنات. كده سلقنا القرنبيط وكمان عملنا الخلطة وحضرنا الدقيق كمان. يلا سموا الله يا بنات. اول حاجة هنجيب القرنبيطة الجميلة دي نحطها في الخلطة، وبعد كده نغمسها في الدقيق وبالشوكة الجميلة وهتقلبي. طريقته سهلة جدا وبسيطة، طعمه حلو وريحته جميلة، وان شاء الله هيعجبكم قوي. هعمل معاكم واحدة كمان. اول حاجة نحطها في الخلطة، وبعد كده هنغمسها في الدقيق ونقلبها تقليبة بسيطة كده يا بنات. النشا يا بنات بيخلي القرنبيط ما يشربش زيت، وكمان بيديله قرمشة حلوة قوي، واللبن طبعا بيديله طعم حلو وريحة جميلة. جربوا القرنبيط بالطريقة دي ووعدي مني ان شاء الله، يعني الطريقة دي هتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها. وهنا جهزت مصفى يا بنات وتحتيها طبق
علشان لما القرنبيط يستوي احطه في المصفى ينزل الزيت الزيادة في الطبق اللي تحت المصفى. وهنا سخنت الزيت، وبعد كده هحط فيه حوالي 4 5 وردات صغيرة كده. وبعد ما يكمل العدد 5 وردات أو 4 وردات ههدي النار، وهيستوي على درجة حرارة متوسطة. وبعد كل شوية بيستووا بشيلهم من الطاسة، بصفي الزيت بحيث لو فيه دقيق ولا حاجة ولا وردات صغيرة علشان ما تتحرقش والزيت يغمق منك. وتقليب مستمر بقى علشان ياخد كله تسوية واحدة، اللي فوق زي اللي تحت زي ما شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللي فوق زي اللي تحت نفس التسوية. تمام. تقليب مستمر يا بنات، وزي ما قلتلكم على درجة حرارة متوسطة، وما بياخدش وقت، هو بيطلع مقرمش كده وحلو خالص. وخلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. طعمه حلو وريحته جميلة، وإن شاء الله هيعجبكم قوي. مقرمش كده للناس اللي بتحب المقرمشات بقى. ويلا بينا نسمع القرمشة الجميلة. ايه رأيكم؟ تحفة. بدأت بقى جبت الأطباق بتاعتي وحطيت فيها أعواد صغيرة كده من الكزبرة أو البقدونس، ورصيت عليها كمان القرنبيط الخطير. إن شاء الله هيعجبكم قوي. ما تنسيوش اللايك يا بنات، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، يا كل اللي يسمع فيديو ليا يحط لي لايك. الفيديو لو جاب مشاهدات ما بيجيبش لايكات، واللايك يا جماعة بيرفع الفيديو بس مش أكتر. مع ألف سلامة.